محمد كان داخل رمضان ناوي يخس من 4 ل 6 كيلو. تمام؟ لا مش تمام، لأن محمد آخر يوم رمضان بيطلع على الميزان لقى نفسه زايد 5 كيلو. اتصدم، ازاي؟ ده أنا كنت بصوم بال14 ساعة، ده أنا لما عملت صيام متقطع قبل رمضان خسيت، ازاي في رمضان أزيد في الوزن؟ فلاش باك كده وقعد يفتكر هو كان بيعمل ايه في رمضان. أول حاجة كان بيفطر على 3 تمرات وكوباية عصير، بعد كده بيشرب شوربة وياكل سمبوسة وجلاش ورز وحتة لحمة، وبعد كده يطلع من الفطار دايخ يقول ايه، يا دوبك ألحق صلاة المغرب، بعد كده ياخد حتة كنافة مع كوباية شاي عشان يلحق التراويح. محمد بيروح التراويح تقلان ودايخ ومش قادر، بس بيقول عشان اخد الثواب. تعدي أول ركعة 2، محمد ما بيقدرش يكمل، ومحمد روح البيت وقرر يتفرج على المسلسلات. فضل قاعد على الكنبة سرحان يقلب من مسلسل لمسلسل والوقت يعدي معاه، والوقت مش بيعدي كده، ده هو جاب بقى طبق المكسرات والتسالي والقطايف وحتة كنافة كانت متبقية وشوية عصير. محمد سهر وهو بياكل وهو مش واخد باله. عارفين يعني ايه سهر؟ يعني كورتيزول عالي يخلي الشهية مفتوحة والجسم يخزن دهون أسرع. محمد مامته شافته قاعد كده سألته وقالت له، تحب تتسحر دلوقتي ولا تخش تنام وصحيك على السحور؟ قال لها لأ، أخش أنام عشان أنا تعبان وابقي صحيني على السحور. مامته فعلا سابته نايم وصحته قبل السحور بساعة. صحي لقى البطاطس والطعمية والفول والعيش وكوباية الشاي، وقالت له لازم تاكل يا محمد كويس عشان ما تتعبش في الصيام. ومحمد سمع كلامها، ما هو كده كده هيصوم 14 ساعة وهيخس، لكن للأسف محمد برضو كان بيتعب في الصيام. محمد اتصل عليا وسألني أنا كنت بعمل إيه غلط عشان ما خسش. أول حاجة قلتها له، أنت فاكر إن رمضان عبارة عن دايت وهتخس فيه، لكن رمضان عبارة عن تغيير لمواعيد الأكل. الجسم ملوش دعوة مواعيدك إيه، لكن ليه دعوة بالطاقة اللي دخلتها له. والله دخلت له طاقة أكبر من احتياجاته وحركتك كانت أقل، الجسم هيخزن دهون. ده غير ان محمد كان بيفطر على كمية سكريات كتير، تمر مع عصير، وبعد كده بياكل وجبة كبيرة مرة واحدة. انا قلت له الفطار بيبقى على تمرة ل3 تمرات ومعاه كوباية لبن وتصلي المغرب وتستنى شوية، وبعد كده تقسم وجبتك ما تاكلهاش مرة واحدة، وكمان تعيد النظر في ترتيبها. ابدأ بالبروتين، بعد كده الخضار والدهون، بعد كده النشويات. محمد كان بياكل للأسف نشويات كتير مرة واحدة، رز وسمبوسة وجلاش، ده غير ان الصيام طول اليوم حسسه ان لازم يعوض ده، انت لازم تاكل براحتك ما انت كنت صايم. ده غير كمان ان حركته قبل رمضان كانت اكتر من رمضان. قبل الفطار محمد كان صايم وتعبان، بعد الفطار محمد اكل ومأنتخ ومش قادر يتحرك. ده غير انه كان بيسهر، وسهر يعني كورتيزول في السماء. يعني ايه؟ كورتيزول عالي، شهية مفتوحة، دهون تتخزن، واكل من غير حساب. محمد كان بيدخل على وجبة السحور بنشويات كتير جدا، بطاطس وعيش، وكمان كان بياكل حاجات مقلية زي الطعمية والبطاطس المقلية. مش معنى انك هتصوم يبقى الاكل ده هو اللي هينقذك، بالعكس الاكل ده هيتعبك اكتر في الصيام. محمد كان بينسى يشرب مية خالص، وكان بيعوض الإحساس ده بالعصير، فالعصير كان بيزود عنده إحساس الجوع والجفاف والتعب. تاني حاجة، محمد نسي أو كان متجاهل إن عنده مقاومة أنسولين. نظام حياته اللي عمله لنفسه في رمضان ده زود عنده مقاومة الأنسولين، فبالتالي جوعه أكتر وكان تخزين الدهون عنده أسرع. وبعدين محمد تجاهل وزنه خالص طول رمضان، ما تبعهوش، لكن وزن مرة واحدة بس في آخر رمضان. محمد لو كان ظبط أكله وركز شوية ودخل على رمضان بخطة غذائية وقلل عدد التمر اللي بياكله، وأكل مع تمرتين أو 3 أكل معاهم كوباية لبن أو كوباية زبادي أو كوباية رايب، وادى نفسه فرصة يرتاح شوية وصلى المغرب، وبعدين دخل على وجبة الفطار مش مرة واحدة، لأ أعاد ترتيب أكله. أكل البروتين، بعد كده الخضار، بعد كده النشويات،
محمد ما كانش هيتعب وما كانش الانسولين عنده هيعلى، فبالتالي ما كانش هيزيد. محمد لو ركز وزود عدد كوبايات المية بدل العصير ما كانش هيتعب ويخش على التراويح وهو تعبان. محمد لو كان خلى الحلويات 3 مرات بس في الأسبوع ما كانش هيزيد في الوزن. محمد لو كان نام بدري وما سهرش ما كانش الكورتيزول عنده هيعلى، فبالتالي هيجوع أكتر، فبالتالي تخزين الدهون عنده أكتر. محمد لو كان قلل النشويات على السحور ما كانش هيتعب ولا حاجة، وكان الصيام هيبقى عنده أحسن. محمد كان لازم ما يقللش حركته في رمضان. رمضان مش شهر الأنتخة. اتحرك كويس وانت صايم، واتحرك كويس بعد الفطار، ما تزودش عدد ساعات النوم، ما تنامش متأخر، ما تسهرش. لو مش عايز تبقى زي محمد وتيجي في آخر رمضان تتصدم وتلاقي نفسك زايد في الوزن، اكتب لي في الكومنتات وزنك وانا ابعتلك النظام الغذائي المناسب ليك.